صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سهل جدا وجميل، بإذن الله هيعجبكم جدا جدا. كنت عايزة أعمل شوية مخبوزات للولاد علشان المدرسة. كل يوم يا ماما هتعملي لنا ايه في أول يوم مدرسة؟ هنحط ايه في اللانش بوكس أول يوم مدرسة؟ قلت لهم ولا تقلقوا خالص. بصيت ما لقيتش عندي غير ربع كيلو دقيق. طب أعمل ايه؟ صدقيني كلنا زي بعض، لازم أتصرف. لقيت عندي كيسة كبيرة كده من العيش البلدي، اشتغلت بيها وطلعت اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت لكم بقى شنطة العيش البلدي الكبيرة دي، وقطعتها كده الوش عن الحتة اللي تحت، فصلتهم عن بعض وحطيتهم في الطبق، ونزلت عليهم بشوية من شرش اللبن. أنا دايما بحتفظ بيه في التلاجة للعجن. سخنته شوية وحطيته. طب انتي ما عندكيش شوية مية سخنة كده وتنزلي بيهم على العيش؟ طب كمية المية قد ايه؟ تحطي شوية مية تنزليهم على العيش، مش ضروري يغطوا العيش، لكن البخار بتاع المية السخنة هينزل يظبط العيش ويطريه. اوعي تزودي في كمية المية، لانك لو زودتي في كمية المية هتضطري تحطي دقيق كتير جدا، لان العيش بيشرب مية كتير. والفكرة اساسا من الفيديو ازاي تعملي معجنات من بواقي العيش من غير ما تستخدمي كمية كبيرة من الدقيق. الفكرة دي اساسية. الناس اللي بتقولك ضروري تصفي العيش بعد ما تحطي عليه المية، والله يا جماعة ما بيتصفى وما بينزلش مية. تمام؟ دي عن تجربة، أنا ما بقولش أي كلام، أنا بتكلم كده بالواقع والحقيقة اللي أنا اشتغلت فيها ولمستها، من غير فزلكة ولا كلام مش حقيقي. هننزل كده بمج نحط فيه كوب، يعني معلقتين ميه يا دوبك ندوب فيهم الخميره، عشان كانت كميه العيش كتير عندي، فحطيت كيسين من الخميره مع معلقتين من السكر، مع معلقه كبيره من البيكنج باودر على الخل، كلهم على بعض. بتفضلي تدوبي المعلقه، بتلاقي الخميره بصي اشتغلت على طول معاكي، تنزلي بيها على طول على المعجنات بتاعتك. الطريقه دي جميله جدا جدا يا جماعه في تفعيل الخميرة السريع يعني. هننزل ونبدأ نعجن. حطيت شوية الدقيق اللي أنا شايفة إن هم هيلموا العجينة عندي. طيب هي العجينة عندك هتبقى طرية قوي كده ليه؟ انتي ممكن تفضلي تحطي كمية دقيق لغاية ما عجينتك تلم معاكي زي العجينة الطبيعية وتبقى متماسكة. أنا دايما لما بعمل وأنا بعمله كتير، بس يعني بستغل على طول العيش اللي عندي، دايما بخليه لين زي ما انتوا شايفين كده، وبتعامل معاه بالزيت. هوريكم كمان شوية عشان اخلي العجينة غنية كده وجميلة وزي عجينة القرص الفلاحي. نزلت بكوباية من السمنة البلدي. عندك سمنة مخلطة ماشي، عندك سمنة عادية خالص، مفيش اي مشكلة، اي نوع سمنة تظبطي بيه العجينة وتطعميها. ويا عيني بقى يا ليلي لو حطيتي شوية وش لبن كده جميل لسه طازة زي ما انا حطيت كده، بيخلي برضو العجينة غنية وطعمها جميل. ماشي. هيظبط العجينة قوي. وش اللبن ده يا جماعة جميل جدا، بينفعك في كل شيء. ينفع مع المعجنات، ينفع لو استخدمتيه بدل الزيت وانتي بتعملي الكيك، ينفع كمان وانتي بتدعكي بيه شوية الرز في الفرن، الرز اللي بلبن، الرز المدسوس. ماشي. تحفة يا جماعة. دايما تعينيه وتركنيه في التلاجة، ما تأخرجوش في التلاجة، لو هيتأخر معاكي حطيه في كيسة ودخليه الفريزر عشان ريحته بتغير. هنكمل عجننا، نفضل كده نعجن. انا قلت لكم هخلي العجينه لينه وما تستغربيش، ولو عايزه تعمليها زي اعمليها بكل ثقه، ما تخافيش ابدا عشان انا بعملها على طول ومجربه. عايزه تكمليها تاني معلش لو بعيد الكلام وتخليها زي العجينه الطبيعيه متماسكه، افضلي زودي في دقيق لغايه ما توصلي للعجينه المتماسكه. لكن صدقوني العجينة ماسكة نفسها لكن لينة، عشان تخليلي المعجنات طرية. حتى لو قعدت معاكي يوم واتنين وتلاتة بره التلاجة أو الفريزر هتلاقيها تحفة يا جماعة. الفكرة دي يا جماعة من غير تهريج جامدة جدا. المعجنات بتطلع مسكرة وجميلة جدا. طبعا بعد ما خلصت العجن غطيتها كده بكيسة وعليها حتة قماشة كده، طبعا احنا في سقعة عشان تخمر وتظبط كده. تركنيها كده يجي نص ساعة وبعدين هنقطعها.
اتبقى معايا شوية عيش قطعته وحطيته في الصينية كده زي ما انتم شايفين ودخلته الفرن، وهضربه في الكبة وهعمله بقسماط، بس ما تغلطيش غلطتي بقى. أنا كنت شغّلت الشواية فإيه، بعض العيش كده اتحمّص معايا فنزل البقسماط بتاعي بقى غامق شوية، وده مش مستحب عشان ما يغمقش معاكِ في البانيه. طبعًا أغلب استخداماتنا للبقسماط هو البانيه، تمام، فما تشغّليش الشواية، حمّصيه يعني سيبي بس الفرن شغّال من تحت ويبقى الفرن سخن أوي، ودخّلي صينيتِك لغاية ما يتحمّص واطحنيه وبالهنا والشفا. أحلى بقسماط. البقسماط غالي بقى غالي جدًا يا جماعة وإحنا بنحتاجه، والله بتضيفيه على اللحمة المفرومة وأنتِ بتعملي الكفتة، بتضيفيه على البانيه، بنحتاج البقسماط في حاجات كتيرة جدًا، لا غنى عنه. هنا هاحط صينيتي بقى، طبعًا العجينة هنا ما بينفعش أفردها مثلًا على الرخامة أو مكان الشغل بتاعي وبعدين أنقلها في الصينية، لأ، العجينة هنا بتبقى لينة فبافردها على طول في الصينية اللي أنا هادخّلها الفرن على طول. حابة تدهني دهنة زيت خفيفة جدًا، جدًا ما فيش أي مشكلة، لكن أنا في القُرَص ما دهنتش وما احتجتش للدهن، ما تخافيش خالص. لكن لو أنتِ خايفة وحابة تدهني، ادهني برضه مش هيأثّر ومش هيضر، بس دهنة بُصّي لا تُذكر، يعني مش هتحتاجي زيت يعني. هنبدأ نفردها قطعة كده مدوّرة حاوليه يبقى قد بعض كده، ودخّليها الفرن وبالهنا والشفا. دي قُرَص عادية زي القُرَص الفلاحي كده. هنا هنعمل الحركة التانية أو الطريقة التانية اللي هتعجبكم جدًا، بتفردي برضه قُرصة زي القُرصة الفلاحي اللي إحنا عاملينها من شوية، هتفرديها في الصينية، بس الطريقة دي لازم تدهني صينيتِك بالزيت، وهاقول لِك ليه. هتدهني الصينية بالزيت، هنفرد كده قطعة العجينة مدوّرة زي القُرصة ونكون جايبين نُص معلقة سمنة كده جنبنا، مش ضروري تبقى سايحة، ونحطها بُصّي بضهر المعلقة كده على نُص القُرصة دهنة سمنة وتغطّيها بالنُص التاني من القُرصة. بس هي دي الطريقة تملي صينيتِك وتسيبيها تخمر جنب كده القرص الفلاحي اللي إحنا حطيناها، وطبعًا ما بندخّلش الفرن على طول يا جماعة، لازم نسيب المعجنات تخمر. تغطّي وشّها بقى بشوية لبن، تغطّي وشّها بشوية مَيّة، تغطّي وشّها بشوية عسل أسمر وتخفّفيه بشوية مَيّة، تغطّي وشّها بشوية نسكافيه على شوية مَيّة، ب ب ب بصفار بيضة، براحتك خالص. دي يا جماعة يعني زي يعني ساندويتش كده جاهز، يا دوبك هتحطّي الحشوة بتاعتِك جوّاه، جميل جدًا. الولاد كانوا عايزين ميني بيتزا، برضه العجينة ما وقّفتنيش، هتقولي لأ ده عجينة البيتزا ما بيبقاش عليها سمنة ولا زبدة ولا كلام من ده، اشتغلت وكانت زي الفل. وعلى فكرة أنا ليّا فيديو عاملة لكم عجينة البيتزا بالضبط بالعيش البلدي برضه، اللي عايز يرجع للفيديو. لكن العجينة ما قالتش لأ. شغّلتها في الmini بيتزا، قالوا لي: "ماما طَب أنا ما عنديش يا جماعة المكونات بتاعة البيتزا." ولا وقّفتني، هاكمّل لكم كمان شوية. نشوف الأول دي عشان ما نسيبهاش. فردنا برضه، بس كان لازم تدهنوا الصينية بالزيت، ما تغلطوش برضه، أنا نسيت هنا أدهن بالزيت، علشان كده العجين ملزّقة زي لو أنتم شايفينها كده وباينة قدّامكم. نفرد القرصة بتاعتنا مدوّرة وندهن نُصّها برضه بالسمنة ونتنيها، وبعدين نتني ربعها، هاوريكم تاني أهو قدامكم، فردناها أهو زي القرصة تمام، وبعدين هادهن نُصّها بالسمنة ماشي، اللي أنا جايباها جنبي دي، زي الحركة التانية بالضبط، وهاجيب أهو تنيت القرصة نُصّها، وبعدين هادهن ربعها ماشي، وبعدين أجيبها برضه أهو على بعض برضه. ده ساندوتش بقى دُبل كده تحطّي فيه برضه الحشو اللي أنتِ عايزاه. وبرضه ما تنسيش إنِّك تحطّي الدهنة من فوق عشان وش المعجنات، أي دهنة من اللي أنا قُلتها. جِبت بقى كانت بقى معايا شوية عجينة، فكّرت لها فكرة، طَب أنا عايزين برضه عشان يبقى التشكيلة كده في الlunch box في كل الأشكال حلو وحادق وكُلّه، حتّة عجوة وكانت متبقية عندي في التلاجة، طلّعت قطعة صغيّرة هرستها كده بشوية سمنة، لو بزيت كُلّه شغّال يا جماعة، وكوّرتها وعملت ييجي 3 قُرَص زي ما جُم بقية العجينة. أنا دي كنت باجرّبها، أنا ما جرّبتش خالص أي مُعجّنات الأفران بالعيش البلدي بأمانة، كنت باجرّبها بس صدّقوني أفضل قطعة طلعت من المُعجّنات والعيش البلدي، والله يا جماعة ما بابالغ، أفضل قطعة طلعت معايا من العيش البلدي، هي القطعة اللي فيها العجوة،
شكليها بالشكل اللي يريحك. انا شقتها كده 3 شقات كده بالسكينة او بالخلة او باي طريقة، وبعد كده حطيت عليها شوية سمسم، وقبل ما تحطي السمسم تكوني دهناها بشوية العسل على المية او بشوية مية او بشوية حليب براحتك خالص، وتروحي حاطة على وشها السمسم وتدخليها الفرن بعد ما تخمر. اوعوا تنسوا بعد ما تخمر، ماشي يا جماعة؟ عشان ما تزعلوش وتقولي لي طلعت مش حلوة. تسيبي عجينك يخمر ويرفع خالص، وبعدين تدخلي الفرن. الفرن بتاعك يبقى سخن وانتي شغالة. هتدخلي الصينية الفرن، تكوني طبعا فرنك شغال. لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض من تحت وشواية، خلي الاتنين مع بعض. ما بيشتغلوش مع بعض يبقى تحت. واول ما تحسي ان معجناتك خدت اللون من تحت هتشغلي الشواية، وبالهنا والشفا. هنا كانت كل معجناتنا كلها طلعت لونها تحفة يا جماعة. الحاجة جميلة وسهلة جدا وموفرة جدا جدا جدا. دلوقتي كيس الدقيق يا جماعة عامل في حدود 23، وفي أماكن ب30 و25 و26. طبعا انتوا عارفين دلوقتي الأسعار يعني متفاوتة. نعمل بقى كوباية عصير برضو، وكلنا ما عندناش حاجة. كان عندي 4 فراولات كده كله غضبان عليهم. رحت جايبة طبعا البنجر الجميل اللي أنا ما بستغناش عنه، بحطه في المحشي، في الطماطم، في العصاير. بنجراية وقطعتها وحطيت عليها ال4 فراولات وشوية السكر، وبالهنا والشفا. ممكن تستبدلي السكر بعسل أبيض أو بعسل أسمر، ويبقى مغذي كمان أكتر. وعملتي أحلى عصير من لا شيء. البنجر ببلاش يا جماعة في السوق. بصوا بقى منظر المعجنات وطراوتها اللي ما بتختفيش. بصوا يا جماعة، دي كنت أول مرة أجربها. كنت أول مرة فعلا أجربها، وجربتها معاكم وطلع وما كانتش تطلع حلوة على فكرة. ما كنتش هقدمها لكم. طلعت جميلة جدا. القرص دي يا جماعة تاني يوم بقت أطرى من أول يوم. الحاجة عشان تطريها حطيها على بعضها في الكيسة، ولو عايزة تحتفظي بيها حطيها في الفريزر، هتطلع كأنها لسه طالعة. مش عايزة أقول لكم يا جماعة، البيتزا طالعة عالمية تحفة ومن غير اي مكونات. انا عايزه بيتزا، قلت لهم طب ما فيش؟ قطعت طماطميه صغير وفلفلايه صغير وكام زيتونيه كده جبتها من المخلل ورحت مقطعاهم. والله بالهنا والشفا، كانت الحاجه جميله جدا جدا. اوعي تستصعبي اي حاجه، خليكي نشيطه وقومي اعملي بالحاجات اللي موجوده عندك، وبتلاقي ربنا كده مسهل وبيعينك، وبتلاقي حاجتك موجوده والله من لا شيء. كلنا يا جماعه زي بعض. الاوضاع صعبه على الناس كلها. اوعي تفتكري نفسك لوحدك، بس عايزاكي تبقي قويه وشجاعة وتكملي وما تقلقيش. لو وصلتي معايا لغاية هنا وعجبك الفيديو، يا ريت تعملي لي اشتراك في القناة ولايك لو عجبك الفيديو برضو تاني، وكومنت. واوعي تخافي من اي حاجة، وبإذن الله حياتنا هتبقى أحلى.